كلام حسام حسن عن الجمهور المغربي اللي كان بيشجع منتخب السنغال امام منتخب مصر. بغض النظر عن الجزئيه دي اللي ما اقدرش احكم عليها بنسبه 100%. انا ما كنتش في الملعب. كان في جماهير مغربيه بتشجع السنغال طبيعي، في جماهير مغربيه ثانيه بتشجع المنتخب المصري، وانا عندي اصحابي واخواتي مغاربه وشايفينهم ان هم بيشجعوا المنتخب المصري زي ما في مصريين بيشجعوا المنتخب المغربي، وفي مصريين تانيين عايزين خساره المنتخب المغربي وشايفينه بيتجامل في البطوله. فطبيعي انك تلاقي كده وتلاقي كده. كل الكلام ده معلش على جنب. وعندي سؤال واحد، هل الجمهور هو اللي خسرك؟ لا، انت كنت سيء، انت ما كنتش موجود، انت ما جيتش الملعب حرفيا. فما ترميش الخساره على المدرجات وعلى الجماهير، لان ده مش حقيقي. الجمهور كان ضدك عادي جدا. اللعيبه اللي موجوده في الملعب دي ياما لعبت ماتشات خارج الارض 100% بقى من الجماهير فعلا ضدك. ايا كان الجمهور المغربي اللي كان موجود اللي هم بيشجعوا يا سيدي السنغال، انا همشي معاك ان هم كانوا بيشجعوا السنغال، مش هيبقى فيه التشجيع اللي في خيالك اللي يخليك مضغوط يعني في الملعب ويخرجك من الماتش. مش حقيقي. مش شايف ابدا ان الجمهور يكون سبب في خسارتك المباراه. دي كلها شماعات انت بتعلقها بس بسبب فشل المنتخب المصري في مباراه نصف النهائي. طيب انا بس عايزه اقول حاجه يا كابتن حسام، انت ليه بتعلق شماعه فشلك مع المنتخب بان النهارده كان المنتخب المغربي بيشجع السنغال؟ انا شايفه ان ده طبيعي جدا. يعني منتخب المغرب مش هيبقى عايز ان مصر تصعد للنهائي لان هو عارف ان مصر اسم تقيل، حتى لو حاليا مش فني خالص. مصر مش تقيله فنيا، السنغال اجمد فنيا، بس هو بالنسبه لهم ان هو خصم تقيل وفرقه كبيره ان هي تصعد للنهائي وتلعبه. حته بقى ان هم يشجعونا او ما يشجعوناش دي حاجه تخصهم وحاجه ترجع لهم هم. انا مش هبقى حابه ان المغرب تصعد، لان انا برضه هبقى شايفه ان المغرب خصم تقيل او المغرب فرقه كبيره ان هي تلعبني في النهائي. انا شايفه كده. حسام بس مع احترامي ليك، هو جماهير المغرب من حقها بقى تشجعك، تشجع منتخب بنين، تشجع السنغال، تشجع كوت ديفوار، والله بمزاجهم. داخلين الملعب وفي بلدهم ويشجعوا، حجزوا دفعوا تذكره او دخلوا ببلاش حتى، ومن حقهم يشجعوا اي منتخب هم عاوزينه. ما ينفعش اجي الوم حد اقول له انت ليه ما شجعتنيش واوجه الموضوع ليه واساله وانت ليه ما تشجعنيش. لا، هو حر. هو واحد بالنسبه له دلوقتي في مباراه نصف النهائي يقابل مصر ولا يقابل السنغال؟ لا، هو يقابل السنغال احسن. مش عايزه يقابلك، هو مش عاوز يقابلك، ما يدخلش بقى في نفسه في مواجهه عربيه ومش عارف ايه فهو بالنسبه للجماهير من حقها ان هي تشجع المنتخب اللي هي شايفاه هيكون اسهل لمنتخبها، وبالتالي هم حتى النهارده كانوا بيشجعوا السنغال، فده من حقهم. انا مش عارف افرض سلطتي عليهم، ده اولا يعني. ثانيا التصريحات اللي احنا طلعناها بعد المباراه ان احنا جامدين جدا وان احنا عندنا 7 بطولات وان كله غيران مني وانا ام افريقيا وانا ام العرب وانا مش عارف ايه، ما لهاش اي 30 لازمه. احنا خسرنا المباراه بايدينا فنيا لما نزلنا متراجعين دفاعيا، وبالتالي بلاش نقول اي كلام، بلاش اي كلام يداري على المشكله اللي عندنا وان احنا ما قدمناش مباراه حلوه. واول تسديده لينا كانت في الدقيقه 95، وبالتالي الموضوع ما تحولوش لحاجه ثانيه. لو بص العصفوره، روح شوفوا احنا 7 بطولات، نشاور للجماهير اللي حاضره ان احنا 7 بطولات. بلاش نغني على الماضي، خلينا نتكلم في الحاضر ان احنا بقالنا كتير جدا مش عارفين ناخد بطوله افريقيا، وبالتالي لا، دي مشكله. والمشكله الثانيه ان احنا دلوقتي كمان عندنا عقده من السنغال. ما شاء الله الجماهير ما شجعتناش مش عارف في ماتش ساحل العاج، لا والله الجماهير ما شجعتناش في ماتش السنغال، ما هو من حقهم، هو حر. مش عاوز يشجعك ما يشجعكش، هو حر. هفرض عليه. الناس مشكوره استقبلتنا، ناس مشكوره قدمت لنا كل حاجه كويسه وساندتنا في دور المجموعات. خلاص لما شافتك بتتقدم في البطوله، لا مش عاوزك، هو مش عاوزك، مش عاوز يشجعك، هو حر. بلاش افرض سلطتي عليه، وبلاش التصريحات الغريبه دي اللي بتعمل قلق بدون اي 30 لازمه. وانما حزين للتصريحات هذه. هل شاهد المقابله؟ عن اي مقابله يتحدث؟ قال كانت مقابله متوازنه. الفريق المصري لعب 10 دقائق، اذا كان نحسب الوقت الاضافي لعب 15 دقيقه. الفريق المصري بدا المقابله في الدقيقه 80. الفريق المصري تحب تفوز على السنغال في نصف نهائي كاس افريقيا بتبدا مقابلتك في الدقيقه 80. يا كابتن حسام الله يرضى عنك ويطلع لك شعر يا رب. ما تعلقش هزيمتك وخروجك قدام السنغال على الناس التانية.
ما تعلقش شماعه يا ابويا. انت ما جيتش النهارده تطلع بقى تقول لي اصل الجماهير المغربيه اللي كانت في المدرج بتشجع السنغال. طب ما احنا يا عم كنا في مصريين كانوا بيشجعوا نيجيريا قدام المغرب. طب يا عم ما يشجعوا اللي هم عايزينه واحنا نشجع اللي احنا عايزينه، وفي الاخر مصر والمغرب والجزائر والدول العربيه دي كلها اخوات. كره القدم خلقت عشان يبقى فيها شد وجذب مش اكتر ولا اقل. تطلعش بقى تعلق شماعه هزيمتك على جماهير المنتخب المغربي اللي كانت موجوده في المدرجات. لا يا كابتن حسام، انت ما جيتش الماتش اصلا، انت ما جيتش الماتش ولا تصلح ان تكون مدربا للمنتخب المصري.